يا مساء الخير، شلونكم؟ واليوم راح اسوي وياكم اطيب برياني دجاج والطريقة كلش سهلة وبسيطة، ويلا نشوف الطريقة. بالبداية بسم الله، عندي دجاجة هنا كاملة قسمتها بالنص قسمين، سويتها وغسلتها ونظفتها. حنضيفها بالجدرية، بعدها حنضيف التوابل، مكعب من ماجي الدجاج وملعقة من الكركم وعود الدارسين وورق الغار والبهارات الصحيحة وهيل. حنضيف المي المغلي ونضيف بصلاية على كبرها ننظفتها، ونضيف ملعقة من الملح، حركها تحريكة خفيفة. فقط ضفت لها بهارات صحيحة وكركم وماجي دجاج وملح، وغطيها واتركها لما تغلي. هنا بعد ما غلت عندي الدجاجة واستوت وشلت الرغوة الفوق اللي مال الزفرة الصايرة، حنرفع الدجاجة وهسه راح ندهن الدجاجة بزيت الزيتون وبابريكا وماجي. بعد ما دهنتها حدخلها للفرن تتحمر من الأسفل والأعلى. وهسه حنسوي التمن تصفى. بعد ما صار عندي المي حضيف كوبين من التمن، ضفت كوبين من التمن بالمي المغلي وملعقتين من الملح. بعد ما صفيت التمن خليت ملعقة من الدهن، حنضيف التمن. بعدها حنضيف التوابل، برياني، بابريكا، هيل ودارسين وشوية من الفلفل الأسود. أغطيه بقطعة قماش وأتركه لما يتهدر. نحضر الشعرية، أضيف ملعقة من الدهن، أضيف الشعرية، أحمس الشعرية لما تاخذ لون ذهبي. هسه بعد ما حمستها وصارت بهذا اللون الذهبي حضيف لها مي مغلي. بعد ما نشف مي الشعرية حضيف البازاليا والجزر جاهزة عندي، وأضيف الكشمش، أضيف اللوز، نحمسها ويا الشعرية. راح نسمع المكونات كلها. أضيف ملعقة من الملح والدارسين والهيل والبرياني وملعقة من الشكر. بهذا الشكل جهزت هاي الحشوة. هسه راح نصب التمن، نضيف له الشعرية، وهاي الدجاجة بعد ما تحمرت في الفرن، وهذا السوب اللي بقى من الدجاجة. هنا حضرت بصل مقرمش، ضفت له نشا وملح وقليته. وهسه حنضيف الدجاجة، وهذا شكله النهائي. وهسه نشوف استواء الدجاجة. طبعا الدجاجة ذايبة ومستوية كل زين والريحة تجنن. جربوا هاي الطريقة. إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون بالضغط على زر اللايك والمتابعة والتعليق الحلو، وأقولكم سلامكم العافية. مع السلامة، انتظروني بفيديو جديد.